السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة 9 من أحكام الصيام بما يثبت هلال شهر رمضان. وسؤالنا النهاردة عما يثبت أو بما يثبت هلال شهر رمضان. وللإجابة على هذا السؤال نقول الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث ورحمة للعالمين سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين. يثبت هلال شهر رمضان برؤية جماعة له، يعني لو مجموعة شافت هلال شهر رمضان يبقى لازم نصوم. فإن لم يتيسر ذلك، يعني مش مجموعة شافت شهر رمضان أو هلال شهر رمضان، تثبت برؤية شخصين عدلين. فإن لم يتيسر ذلك ورآه شخص واحد عدل أخذ بقوله عند جمهور العلماء، يعني ينفع لشخص واحد قال أنا شفت هلال شهر رمضان إن احنا نصوم عند جمهور العلماء. وصام المسلمون بناء على شهادته بأن رآه. ولا بأس بالاستعانة في رؤية هلال شهر رمضان أو غيره بكل ما يساعد على الرؤية بواسطة الوسائل العلمية الحديثة كالمناظير المكبرة وما يشبهها. كذلك يجب أن يتعاون العلماء المتخصصون في علوم الفلك والأرصاد الجوية مع الفقهاء الشرعيين على ما يؤدي إلى تحقيق رؤية هلال شهر رمضان أو شهر شوال أو غيره الهلال بصفة عامة. فإن هذا التعاون الصادق المخلص له ثماره الطيبة التي توصل إلى الحقيقة وإلى ما يؤدي بالنفع على المسلمين جميعا. فإذا ما تعذرت الرؤية بعد تلك الجهود المتبادلة لرؤية هلال شهر رمضان، أكمل المسلمون عدة شعبان 30 يوم أو 30 يوم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوموا لرؤيته أي الهلال، وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فإن تعذرتم رؤيته عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد خاتم الأنبياء وسيد المرسلين. خلاصة القول إن هلال شهر رمضان يثبت ولو برؤية شخص واحد، بس الشخص ده يكون عادل عند جمهور العلماء. فإن تعذرت الرؤية أكمل المسلمون عدة شعبان 30 يوم. وفي الحلقة الآتية سنكمل ما بقى من أحكام الصيام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.